يا مساء الفل عليكم، يا رب تكونوا كويسين. النهارده هنعمل مع بعض وصفه ان شاء الله هتطلع حلوه. الوصفه دي بتاعت الشيف نادية السيد. الشيف نادية دي يعني بص من اكتر الناس اللي بحبها على فكره جدا على الفيسبوك وعلى اي سوشيال ميديا. نجربها معاكم النهارده، مش هنطول، نبدا بسم الله ونصلي على النبي. معانا هنا كده اول حاجه 3 وربع كوبايه دقيق، 3 وربع دقيق ماشي. ومعانا هنا 1.25 معلقة كاكاو، ظرف خميره، ظرف فانيليا او معلقتين خميره صغيره ومعلقه فانيليا. معانا نص كوبايه لبن، نص كوبايه ميه، ربع كوبايه زيت، طبعا الميه واللبن دافيين، 5 معالق سكر، معانا بياض بيضه والصفار هتركنيه عشان هتدهني بيه في الاخر. ومعانا هنا يعني يعتبر مكعبين ومكعبين ونص زبده. ما عندكيش زبده ممكن تستبدليها بزيت، مفيش اي مشكله خالص. خليكي معايا متروحيش في حته. نبدا بسم الله. معانا هنا اول حاجه نص كوبايه الميه، طبعا لازم تكون دافيه، نص كوبايه لبن برضو دافيه، ربع كوبايه زيت تمام. وبعد كده هنحط بياض البيضه تمام. بنتي واصحابها صوتهم عالي قوي. بعد كده معلقتين خميره او كيس خميره، بعد كده معلقه فانيليا او كيس فانيليا حسب المتوفر عندك، والسكر. دي المكونات السهله كلها هتقلبيها مع بعض لحد ما تدوب. ماشي يا محمد وقف، معلش يا جماعه محمد بيساعدني، هو بيدوس على الكاميرا رخامه. هنا بعد ما دوبنا كل المكونات السائله زي ما انت شايفه هننزل بالدقيق. هي نزلت يعني كوبايه بس انا هنزل بيها كلها مره واحده واقلبها بقى كويس ونبتدي نعجنها. بصي هنا كده بعد ما عجننا فيها شويه بصي سايله. ده بيختلف بقى من الدقيق للتاني يعني حسب نوع الدقيق بتاعك تمام. فانا جبت نص كوبايه دقيق تاني وهزود بقى معلقتين يعني هزود نصها واعجن واستنى اشوف هحتاج تاني ولا. بصي بقى هنا بعد ما قعدنا بقى نعمل عجينه كويس جدا بالدقيق. بصي هو ممكن يكون غلطه انا عملتها ان انا حطيت الدقيق كله مره واحده، لان هي حطيت كوبايه مش عارفه، بس انا حطيت نص كوبايه الدقيق كلها اللي انا حطيتها، يبقى انا كده حطيت 3 وربع يعني 4 الا ربع كوبايه دقيق خدت مني. فانتي حطي كوبايه عشان خاطر ما تقعيش في نفس المشكله لو هي دي المشكله يعني. بس الحمد لله هي اتمسكت معانا، بتلزق شويه. نقسمها بقى في طبقين زي ما انت شايفه كده. وبعد كده نحط هنا مكعب الزبده او معلقه زيت تمام هنا وهنا، وتعجني تاني تبتدي تعجني تاني ماشي. هتحسيها هي بتطلع معاكي بقى اهي كده زي الفل ما شاء الله. هتعجنيها كويس جدا ماشي. والتانية برضو هتعجنيها في معلقه الزيت او الزبده حسب اللي انت حطاه، وهتحطي عليها 1.25 معلقة كاكاو. بس هي برضو حطيت معلقه وخلت الربع في الاخر، فانا هعمل كده عشان ما اتلخبطش تاني. وهعجنها بقى كده تحسي ان هي بهدلت الدنيا معاكي زي ما انت شايفه كده، بس لا متقلقيش خالص هي هتلم معاكي ان شاء الله. نعجن ونرجع تاني. بصي بقى وهنا رجعنا اهو بعد ما عجناهم. عايزه كده يعني ايوه كده عشان تعرفي تشوفي. بصي ملمسها اصلا ناعم جدا حلوه قوي. ودي الشوكولات بس هي عايزه تعجن شويه كمان تمام اهو. هو عايزه ازود بالكاكاو. نحطها بقى في مكان دافي. انا كنت مشغله الفرن قبل ما اعجن يعني ومدفيها. هحطها في الفرن، انا طفيته طبعا. نحطها في الفرن تخمر شويه وبعد كده نرجع نشوف هنشكلها ازاي. بصي بقى هنا بعد ما خمرت معانا وارتاحت انا كنت حاطاها في فرن سخن. دهنت الرخامه طبعا دقيق زي ما انت شايفه كده. تاخديها بصي العجينه اصلا طريه معاكي فوق ما تتخيلي فعلا وطميه جدا. تبتدي تفردي بقى مستطيل بايدك بالنشابه زي ما انت عايزه. تفردي بقى كويس جدا. بصي هنا بعد ما فردتها مستطيل كده على قد ما تقدري بقى تفردي مستطيل كده اهو زي ما انت شايفه. بعد كده جنبها بصي شويه دقيق، اخر دقيق والله ومش غلط. تروحي جايبه بقى التانية الشوكولاته زي ما انت شايفه كده. سمي الله كده وتصلي على النبي. تفردي كده اهو
اهم حاجه اتاكدي بس ان الدقيق، بصي انت عارفه انا بفرد بايه، بلاش اقولك انا بفرد بايه. تفردي برضه مستطيله جنبها كده عشان تجيبي نفس المقاس. تمام. بصي بقى هنا كده بعد ما فردناهم الاتنين اهم جنب بعض تقريبا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، سمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وتشيلي. بصي ما شاء الله، الله اكبر، زي الفل. تبتدي بقى تظبطيها على بعض، يبقى كلها ايه، مقاس واحد كده. ماشي، وقفي يا حبيبتي. بصي بقى هنا اهو فردناها كده، ماشي زي ما انت شايفه على بعضها، ظبطنا كده مع بعض. الشوكولاته اللي احنا عملناها نحط بقى كده، او لو شوكولاته عندك مكعبات شوكولاته دارك، يعني اي حاجه حطيها. تمام. عندك مكسرات حطي، ما عندكيش برضو خلاص، بس هي كده حلوه قوي. وبعد كده هنبتدي ايه، نقفل كده بالراحه عشان العجينه طريه خالص. تمام. بصي بقى بعد ما رلينا كده نصها زي ما انت شايفه، تمام، نروح جايين بقى النص التاني كده، نروح ايه بالقطاعه كده او بسكينه باي حاجه زي ما انت شايفه كده. تروحي ماسكه بقى واحده واحده كده زي ما انت شايفه، وتروحي ايه ماسكاها من تحت ومن فوق علشان خاطر ما تتقطعش منك، لان العجينه رقيقه جدا زي ما انت شايفه. ماشي. بصوا هنا بنلف اهو، محمد بيلف معايا، بس بيقولي ايه، تحسيها سلايم يا ماما، العجينه فعلا طريه جدا ما شاء الله. بعد كده بقى زي ما انت شايفه بتبرمي بقى كده عليها. ماشي. انا لزقت مني سنه عشان خاطر الدقيق كان قليل، زي ما انت شايفه كده بقى. بصي بسم الله ما شاء الله، تحفه. بصي بعد ما برمناها زي ما انت شايفه كده، تجيبي بقى ايه صفار البيضه اللي احنا طلعناه، وعليه كده ايه ربع كوبايه لبن، وكيس فانيليا، ونص معلقه خل، عشان ده هندهن بيها بقى الوش، عشان الوش ايه ياخد لون معاكي. تمام. وتجيبي بقى صينيه معاكي مقاس 22 او 24 على حسب موجود عندك. تمام. وتدهنيها بقى سمنه او زيت او اي حاجه، تلفيها بقى كده زي ما انت شايفه. بصي ما شاء الله، الله اكبر، تحفه. شكلها اصلا من قبل ما تكمل حلو. بصي بقى شكلها معاكي كده اهو، بس بتتزحلق معلش. هنحطها بقى تاني تخمر تاني نص ساعه في مكان دافي، وبعد كده هندهنها ندهن وشها ونحطها بقى. بصي بقى وهنا شكلها بعد ما خمرت تاني زي ما انت شايفه كده، حجمها تضاعف. هنا بقى صفار البيضه اللي احنا كنا شايلينه من البدايه، وحطينا عليه خميره، وحطينا عليه معلقه خل، وحطينا عليه نص كوبايه لبن، وندهن بقى الوش زي ما انت شايفه كده. العجينه طريه جدا معاكي. بعد ما تدهني وشها كده تدخليها الفرن على درجه حراره 190 تحت وفوق، او حسب الفرن بتاعك، ونرجع مع بعض نشوف بعد الفرن هيبقى شكلها عامل ازاي. هنا بقى بصي بعد ما شكلها طالع من الفرن شكلها تحفه. تجيبي كده معلقه زبده بقى، وتروحي دهنه الوش كده وتغطيها 10 دقايق، وبعدين بقى تقطعيها بألف هنا وشفا على قلبك يا ست الكل. بصي بقى شكلها حلو قوي زي ما انت شايفه كده. بعد كده بقى تقطعيها، اي تقطيها بقى، هي المفروض تهدى شويه، لسه سخنه على فكره، بس انا عايزه اقفل الفيديو معلش، هو في حاجه عايزه اخلصها. بصي بجد مش قادره اوصفلك جمالها، وانا كمان مكتره الشوكولاته. بصي عامله ازاي، حلوه قوي. العجينه فعلا هشه هشه جدا بجد، كانك بتاكلي كرواسون بالظبط. انا هاكل بايدي بقى معلش. حلوه قوي. يا رب اكون وصفه عجبتكم، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.